صلي على حضرة سيدنا الحبيب عليه الصلاة والسلام. مساء الخير. منورة الدنيا. معانا في حلقة جديدة وعظيمة ومهمة. ايوه اتفضل. من بيتنا بودكاست طه خليفة وريم احمد. ريما أحمد وطه خليفة، قلناها كتير قوي. ladies first، معلش هو بس بينسى. احنا النهارده بنتكلم عن ايه؟ بنتكلم عن ايه؟ بيعمل لي كات. ماشي أنا ماشي ما ماشي. احنا احنا مش النهارده هنفضل قدام الكاميرا كتير. احنا بيت اللي هو ده المنع. اتفضل يا حبيبي. بنتكلم النهارده عن شغل فيرسس البيت. ايه الحاجات اللي في الشغل اللي بتؤرقنا وبتضايقنا وممكن بشكل او من الاشكال تاثر على البيت، والعكس صحيح. والعكس صحيح. ايه الحاجات الضغوطات اللي ممكن تواجهنا في البيت وان احنا ما بنسيبهاش في البيت او ما بنخرجهاش من جوانا، وفي نفس الوقت بنروح بيها الشغل، فللاسف ممكن تاثر علينا في الشغل. هنبتدي الاول بالمشاكل او الضغوطات بتاعه الشغل. ناس كتير ممكن تبقى الشغل بالنسبه لها بيؤرقها وبيسبب لها انواع من انواع الاضطرابات. ان انا فوجئت لما قعدت اقرا عن الموضوع ان ده في احصائيات وفي نسب وفي حاجات كده. انا مهتم بقى اعرف ايه النسب. ماشي. هو بص، هو انا اللي انا شفته من أيوة. اللي انا يعني من اللي انا متذكراه ان مثلا في بالنسبه احنا بنتكلم من 15% ان في ناس بتعدي يعني ان الموضوع بيوصل، مش الضغوطات، اضطراب، يعني بيوصل للاضطراب اللي هو زي مثلا القلق، الانكزايتي اللي احنا بقالنا فترة كبيرة منتشر جدا وبنسمعه. ايوه بسمعه كتير زي شارلستون. اقسم بالله هو فعلا انا بالنسبه لي هو موضه. لان انا سالت ايه هو الانكزايتي، انا ما كنتش فاهمه، فلقيت ان هو بطني وجعاني عايزه اخش الحمام. انا طول عمري بطني وجعاني، طول عمرنا بطننا بتوجعنا وبنخش الحمام. ابقى داخله تصوير، يبقى عندي امتحان، يبقى حاجات دي، انا حاسه ان انا عادي، ما انا عايشه بيه كل ده. ممكن الشغل يجيب للواحد فعلا. استنى، انا ممكن اقول لك حاجه. الاضطراب الاكثر شيوعا على مستوى العالم. ايوه. اضطراب القلق، يليه الاضطراب الاكتئاب. ايوه. او ما اعرفش الاكتئاب ده يتسمى اضطراب ولا لا، انا ما اعرفش المعلومه. يعني هنقول هو الاكتئاب ده مرض نفسي او هي مرحله من مراحل المرض النفسي. ماشي. ايه هعيدها تاني بس. ايه ده؟ عايز اقول حاجه. الاكثر شيوعا على مستوى العالم. اتفضلي. اضطراب القلق، ماشي. الاكتئاب، اضطرابات الاكل، والوسواس القهري والفصام. ايوه، ما دي كلها امراض نفسيه. يعني من ده على ده فعلا ممكن شغلنا يودينا لمرحله ان احنا تبقى حسب بقى ما هو، ما انت شغلك. انا طيب خلاص قول الجمله. ده في مونتير بيشقى وفي صوت بيتعبوا. خلاص ماشي كمان. احنا اسفين يا باشا، احلى مسا على العيون. هل شغلنا اللي بناكل منه عيش والمفروض ان هو بيخلينا مبسوطين ومستريحين؟ فاهم قصدي؟ فين بقى السؤال؟ انت سكتتني. فين بقى السؤال؟ سكتتني. هات السؤال وانا اقول لك. قول بقى. هل بقى الشغل ده ممكن يوصلني لمرحله ان انا يجيلي وسواس قهري؟ ايه العبث ده؟ بص، هو بيبقى اظن حسب البيئه بتاعه الشغل، يعني بيئه العمل، الزملاء اللي في العمل، المدير بتاعك، المرؤوسين بتوعك. الايه؟ المرؤوسين، صح؟ مش اسمها كده؟ المرؤوسين والمرؤوسات. انت بتتريق عليا. اقسم بالله. لا، انا اقصد ان انت الناس اللي تحت يعني انا دلوقتي موظفه في بوزيشن معين، في اكيد يعني نفسي تحتي على في ناس تحتي موظفين تحتيا وفي موظفين فوقي، يعني فانا بتكلم ان انت البيئه كام. انت هتقعد تتريق عليا؟ والله العظيم ما اقدر. لا هتقعد والله. لا مش بسركل. البيئه بشكل عام في المناخ اللي هو بتاع الشغل بتاعنا بالظبط. حسب انت بقى بتحب الشغل اصلا ده ولا ما بتحبوش. اتفضل اتكلم. اهو هسكت وريني هتقول ايه. لا، اللي انا عايز اقوله ان البيئه والمناخ بتاع الشغل ممكن. قلت جددت ايه؟ البيئه والمناخ انا لسه قايلاهم. هرجع اتكلم. طيب اتفضلي خش. اتفضل خش والله. لا خلاص قول يلا خش هتجيبك. الله. ممكن نجيبها من الحلقه والله العظيم تبقى 2 نخش هنجيبك ضد بعض. هل من المنطقي، هو ده اللي انا عايز ارجع بس للتوبيك ده بسرعه، هل من المنطقي ان انت المفروض المكان اللي انت بتروحه، اصل انت ما جاوبتيش على سؤالي، المكان اللي انت بتروح طب عمل لك قلق واضطرابات واكتئاب، دي مرائد، انت ممكن يجيلك صرع من ده مش منطقي. هل مش اسلم حل لو انت لقيت عندك العلامات دي ان انت تسيبه وتمشي اصلا؟
بص، ساعات المسؤولية أو ممكن الاحتياجات للمعيشة تخليه يضطر يفضل في الشغل ده لحد ما يلاقي فرصة تانية. يعني في ناس بتبقى ما عندهاش روح المجازفة ان انا طب اجازف، انا هستقيل من هنا وهرمي CV في كل حتة تانية. ففي ناس ممكن تفضل لا انا هفضل في المكان ده، او ممكن يبقى السالري بتاعه حلو جدا لدرجة ان هو مش لاقي حاجة احسن منه. هسألك سؤال وتجاوبيني بصراحه. اه. لو انت في مكان انت شغاله فيه شغل دائم وبتاخدي منه فلوس كويسه جدا وعامل لك الشكل الاجتماعي المظبوط والدنيا لطيفه، لكن ابتديتي تحسي ان هو المكان ده ابتدى يضايقك. طبعا ممكن يبقى الناس اللي بتتفرج علينا حاسين ان الكلام اللي انا بتكلم فيه ده رفاهيه برضه، صح ولا لا؟ ده الحمد أيوة. لله ان احنا لاقيين شغل. ده حقيقي. بس انا هوجه سؤالي للناس اللي هم عندهم فرصه ان انا اسيب الشغل ده واروح للشغل التاني، او ان انا ادور على شغل تاني في نفس الوقت. بس هل لو انت بتاخدي رقم كويس جدا مخليكي عايشه بره الشغل ده مبسوطه جدا، هتضحي بالثمان ساعات دول من يومك؟ اظن ياه. يعني اظن ان انا لو اصل انا لو هو عامل لي اللي انا محتاجاه في حياتي الشخصيه، هستحمل. هم 8 ساعات في اليوم. ما هي بقى المشكله، هو ده التوبيك. ما هو انا فاهمه ان هو ده التوبيك اللي احنا بنتكلم فيه. ماشي، اتفضل. هل بقى الفلوس الكويسه دي المفروض ان هي نروح نتعالج بيها. ايوه، ما هي هتاثر، ما هو ده التوبيك بتاع هتاثر على البيت. ما هي انا فاهمه اللي انت تقصده، ان فكره ان انت الشغل ممكن ياثر على البيت. طبعاً. ما هي دي اصلا فكره الحلقه. حلو. انت ازاي اصلا بتاخد المشاكل اللي حصلت معاك في الشغل وبتقوم رايح بقى مثلا مديرك خصم لك يوم، فهتروح اخصم لابني المصروف، دابب خناقه مع مراتك، الاكل ما فيهوش ملح، ايه ده الواد مش مستحمي، ايه ده ما اعرفش اي حاجه، وتقوم متخانق معاها في اي حاجه، ففجاه تبقى البيئه في الشغل بايظه. بالظبط. وفي والبيئه البيت في البيت كمان بقت مش لطيفه. وانا من وجهه نظري طبعا ان المناخ اللي في البيت اهم بكتير من الشغل. يبقى اهرب يا يحيى، اهرب يا يحيى. ممكن بالنسبه لك اهرب، بس ممكن يبقى هو تحت بالنسبه لحد تاني لا انا هستحمل علشان في مدارس، في مصاريف مدارس، سبلاي ليست، ما اعرفش ايه، في عندي حاجات، فهو مش هيقدر. حلو قوي. هل بقى الصح لو ارجع يا يحيى ارجع يا يحيى ايوه، هل احاول واجتهد في ان انا اصلح المناخ اللي موجود في البيت؟ زي مثلا علاقتي بالمدير فيها مشكله، هل الصح ان انا ابقى بعمل شغلي بس، ولا لا انا شايف ان الدنيا مكهربه طول الوقت وعلى طول عندي ديدلاين وعندي حاجات وبتاع مش عارف دي مخلياني على طول متوتر؟ لان اكيد وخصوصا لو انت شغال في مكان خاص قصده الربح قبل كل حاجه، يعني الربح بيه رقم واحد، تاني حاجه وفي اماكن بيبقى طول الوقت انت عندك تارجت انت لازم توصل له، لو ما وصلتلوش انت مهدد اصلا ان هم اللي يفصلوك، مش انت. مش رفاهيه بقى. ايوه، مش رفاهيه الاختيار ان انت يا تكمل يا تمشي. ماشي. هل بقى هنا بالنسبه للشغل المثل بتاع لا تحب ما تعمل حتى لا تعمل ما تحب، في حاجات ما تعمل ايوه حتى تعمل ما تحب، حتى تحب ما تعمل حتى انت بتنزلي راسك ايه؟ انت بتكح ليه؟ هي حب ما تعمل حتى ايوه زي ما انا قلت، مش زي ما انت قلت. هو في حاجتين انا الصح، انت ماشي، هي الصح وهي البودكاست ريم وطه يعني. ده طهوري. يلا ارجع بس تاني. ارجع لموضوعنا. هل انا لو انت اشتغلت مثلا في شغلانه انت ما بتحبهاش لحد ما لا حتى تجيلك، لو انا لا بشتغلها، لكن المناخ اللي جواها مخليني بني ادم مش سوي. يعني انت بتحب الشغلانه كشغلانه بس المناخ اللي حواليك مش بالظبط. انا اصلا مثلا خريج تجاره وشغال في بنك وده اوبشن، وباخد سالري كويس وده اوبشن، وعامل لي الواجهه الاجتماعيه ده اوبشن، بس المشكله ان المناخ اللي جوه المكان سيء. هل لازم احب المكان يعني، ولا اربط نفسي اعمل حاجه ربط شرطي مثلا تكوين صداقات جوه المكان؟ اكيد من وجهة نظري ان انت لازم يبقى ليك زي كده زون بتاعتك، تبقى انت الكومفورت زون حتى جوه الشغل. هي المشكله ان انت لو ما لقيتهاش اكيد هيبقى في حد شخصين بالكتير تعرف ان انتوا تخلقوا مناخ على الاقل لو ضيق او عليك على الناس دي، بس ان هو يبقى الموضوع لطيف. لكن المشكله ان حتى لو دول مش موجودين، هي اظن من وجهة نظري دي اللي بتبقى الكات. انا ليا وجهة نظر تانية ان التر بتاعت الاي تي ام هي دي اهم حاجه. انا نفس اللي انا قلته اهو من الاول، يعني انت اهو معايا. طيب دلوقتي لو هنتكلم بقى عن البيت، هل البيت عنده القدره ان هو يأثر ويبوظ شغل؟
طبعا يعني عندك مثلا ساعات بتبقى الطاقة، يعني انا هضطر اقول حاجة انا عارفة ان هي ممكن تزعل بنات او ستات مني، ان هي ساعات الست اللي قاعدة في البيت هي مضغوطة وما خرجتش مثلا، وخاصة لو مش بتشتغل، فممكن تبقى قاعدة في البيت ومضغوطة وما بتعملش حاجة غير حاجات البيت، ما طلعتش، ما شافتش الشمس، ما خرجتش، فده بيبقى عامل لها حالة من حالات الكبت. ممكن مش يومية، بس ممكن يوم ورا يوم ورا يوم بتحس حبيبي انها مجاني نوم حبيبي، يعني بيبقى في حاله في انك يوم ورا يوم. حبيبي مجاني نوم. خلاص. ها يوم ورا يوم حبيبي مكاني يوم حبيبي. بس يا طه احنا احنا بنتكلم على بجد. الهوا بس. احنا بنتكلم بجد. ان هي يوم ورا يوم. حبيبي مكاني بس بقى، ان احنا يعني بعد عدد ايام بيحصل لها زي الروتين ايوه بيخليها ممكن تخرج طاقتها او الطاقه السلبيه، بدل ما تتفرغ بشكل صحي بتخرج على ممكن الزوج يعني بقى هو لسه طالع داخل من الشغل، فتقوم زق ابنك بصي، عامل ايه ده شغل. توبيك جديد ليه علاقه، ممكن يتعمل له حلقه اصلا لوحده، فكره المراه العامله فيرسز ربة المنزل. ماشي، احنا تمام ده توبيك بس احنا متفقين ماشي. نتكلم عنه ايوه لا النهارده. لا انا بقول لك انت فتحتي اه. مخيلتي، وانا هتكلم الاعداد كرو الاعداد بتاعنا انا وانتي ان احنا نتكلم عن، لا ما تسخريش من ماشي يلا حبيبي. ان احنا نتكلم فكره ربة المنزل، ان هي الست اللي قاعده في البيت ممكن تضغط على جوزها لان هو طول اليوم بره وهي طول اليوم في البيت، في عيال بتعيط، في اكل بيتعمل. ايوه دي ربة المنزل، ما انت عندك برضو اللي في الشغل ايوه ممكن يبقى حصل تم ممارسة ضغوطات عليها في الشغل، فروحت البيت مخنوقة ومتضايقة وبرضو اتخانقت مع جوزها بسبب أي سبب من الأسباب. نفس الموضوع على الزوج اللي كان في الشغل فكان مضغوط، فروح وهو مضغوط متضايق، فدخل البيت فاتخانق مع مراته ومتضايق من ولاده، ومش عايز بقى، هو بقى مصدع وتعبان وقرفان وعايز ياكل والكلام ده كله، ففجأة هيروح البيت هيحصل مناخ مش المناخ الطبيعي للأسرة، أو مش المناخ المفروض الصحي النفس يعني للصحة النفسية للأسرة. حلو قوي. طب دلوقتي لو انا معظم كلامي بيتكلم في فكره ان في مشاكل عند ده في البيت، فلما اروح بوظ الدنيا، طب هل مشاكل البيت نفسها هل من المنطقي ان هي تنعكس على شغلي؟ يعني انا مثلا قاعد في البيت في مشكله ما بيني وما بين ابني او بنتي او حاجه زي كده، دخلت شغلي المكان اللي الناس مالهاش علاقه بيه بمشاكلي الشخصيه، هم عندهم تارجت او عندهم حاجه عايزين يوصلوا لها كمؤسسه، وانت شغلتك ان انت احد افراد هذه المؤسسه بتحاول ان انت توصل لفكره النجاح. هل مسموح لي بقدر معين ان انا ابوظ او اعطل او اعمل مشاكل بسبب البيت؟ لا، as a professional way المفروض انت تفصل تماما. لو انت عندك مشكله حصلت قدام باب الشغل المفروض تدخل الشغل كأن ده ما حصلش. نفس الموضوع اذا كان في البيت، وعايزه اقول لك العكس برضو، ما انت لو حصل لك مشاكل في الشغل ما ينفعش تدخلها معاك البيت. نفس الموضوع لو حصلت لك مشاكل مع مراتك او في احنا انفصال بشر. او في حاجه، انا عارفه ان احنا بشر وده طبيعي وده وارد يحصل، بس انا بتكلم as a professional way. احنا بنقدر العلاقات الانسانيه نقدر وبنحاول الجمال. نساعد بعض وبنحاول يعني نبقى سبورت لبعض، حلو. لكن في الاخر احنا بنتكلم في صح وغلط صح. من وجهة نظري. لا، هو زميلي في الشغل مش مطلوب منه يستحمل عصبيتي عشان انا متخانق مع مراتي او مع ابني، او ابني عمل لي مشكلة في المدرسة مثلا فانا متضايق، فانا رحت قررت ان انا اطلع غضبي وزعلي على زميلي في الشغل او على اللي هو اللي تحتيه هو الهرم الموظف. الموظف الاقل مني في الشغل، انا كده تنمرت عليه وقهرته في الشغل علشان عشان انا مشاكل اصلا عندنا في البيت. بالظبط هو ما عملش حاجه، بس ابقى قاعد بتلكك له. فلا طبعا مش يعني من وجهة نظري مش صح. طب الكابل الاثنين اخوات في البيت، الاب والاب مثلا وابنه او بنته بتشتغل او حاجه، هل المفروض يبقى في ميثاق ما بيننا ضمني كده ان نخلي البيت للبيت بمشاكله علشان ما تأثرش على شغلنا اللي بيجيب لنا المام اللي بنصرف فيه على البيت؟ ما هي عامله زي هي دايره وكلنا ماشيين فيها. هل احنا ممكن مجتمع يكون انا اسف، هل احنا مجتمع ممكن يبقى عنده الوعي ان انا في اللوب دي طول الوقت، فانا لازم اهيئ، اصل مشاكل الشغل مش بايدي لوحدي، انما مشاكل البيت بايدي ان انا اعدي مشاكل.
فاهمه قصدي؟ هل احنا ممكن نبقى بالوعي اللي يخلينا نقدر نعمل نعمل ضبط ايه ما انا في مفهوم سؤالي ولا لسه؟ انت قلت نعمل- ضبط وسكت. نعمل ضبط لمشاكلنا. ابقى انا عندي وعي زي مثلا ريم دلوقتي، لو احنا شغلانتنا ريم دلوقتي عندها مسرح، او ريم دلوقتي عندها برنامج بتعمله، عندها مسلسل بتعمله، ففي الوقت ده انا المفروض اهيئ لها المناخ. ابقى انا عندي من الوعي ان انا اهيئ لها المناخ، لان هي اوريدي هتبقى مضغوطه وهتبقى مش عارف في حاله نفسيه مش مناسبه ليها ان يبقى في مشاكل، واحاول احل المشاكل بعيد عنها. هل احنا مهيئين بقى تربيتنا عالمنا لا طبعا، هو احنا اللي انت بتقوله ده perfection قوي يعني. لا احنا نادرا لو لقيت حد واعي بالشكل ده. احنا مؤخرا بصراحة بقى موضوع فكرة الاضطرابات والانكزايتي والقلق والتوتر والحاجات دي بقينا بنقرا عنها اكتر، وبقينا عارفينها اكتر، وبقى ليها تعريفات. احنا كانت احاسيس بنشعر بيها او اعراض بنحسها، أيوه. بس احنا ما بنبقاش مش عارفين ان ليها مسمى معين، او مش عارفين مسماها ايه. فاحنا دلوقتي بالثقافة والوعي بقينا عارفين ان الحاجات دي موجودة. بس اللي انت بتقوله ده ليفل اقوى شويه من الوعي. مفيش حد عنده الوعي ده، لا اكيد في ناس عندها الوعي ده وبتتعامل بيه وبتراعي. يعني مثلا لما ابقى انا عارفه ان جوزي داخل على ترقيه معينه، او داخل أيوة. مثلا لو انت حد بيشتغل ممثل او حاجه كده أيوة. زيك، او حاجه فريلانسر فداخل على شغلانه كبيره، فانا المفروض يبقى عندي الوعي ان هو اكيد متوتر وقلقان، فانا احاول امتص قلقه وغضبه. ده اللي انت عايز تقوله بالظبط. ليه بقى غالبا بس بيحصل العكس بقى؟ تخيلي. تمام، بس برضو ما هو انا مش مطلوب مني ابقى السفنجه. احنا عندنا سيتويشن، حاله دلوقتي ايوه بس ما هو مؤقتة. ده ظلم للطرف الاخر يعني. حتى لو العكس يعني، لو ما انا بقول لك لو ان انا اخرج توتري عليك او انت لا تخرج ده بقى توتري ده مش عليا. كده. ده اللي هو أمال ساعات إيه؟ بيبقى انا دلوقتي اللي قدامي متنشن، فرد فعلي مش ان انا امتص، ان انا تنشن ده انا أزيد. كمان اعلي التنشنه. صح ولا لا؟ صح، موجوده طبعا. طب احنا ده نحلها بيحصل. ازاي؟ والله هي ليها حلول كتيرة زي يعني. لا هي ليها حلول كتيرة يعني احنا محضرين ان انا اكلمك عن الحلول، بس لسه في السيجمنت اللي بعده. ايه ده؟ والله احنا عندنا مش سيجمنت في بعد. طب يلا يا جماعه نروح على السيجمنت اللي بعده، يلا نخش بقى في الحلول. يلا. من وجهة نظري بقى أيوة. عندك حلول كتيرة جدا. لو مسكنا الراجل عندك لا ما حدش يمسك الراجل. ماشي. لا هو الراجل اللي ورا ده يسيب التليفون، 20 جنيه سوء استماع وسخريه، عشان انا حاسس ان دي بتقول لك ان امسك الراجل. الاول الحلول للسيد الرجل. ماشي. كده فهمت. اولا الجيم ماله بيخرج الاسترس ارجوك. لا يعني المشي، انا اسف مش محضره، المشي هو اللي بيخرج الاسترس. في الجيم في جهاز اسمه عارف جهاز كده، معرفش تعرفه ولا ما تعرفوش؟ لا بيمشوا كده عليه، عارف كده، يقعدوا يعملوا 1 2 3 بيمشوا عليه؟ او يجروا عليه يجروا ويتحكموا عليه في السرعات ايه ده اللي هي وبتاع. من هنا كده؟ بس يا طه عشان ايه ما نهزرش. احنا جايين نهزر. لا احنا بنحاول نتكلم بجد. البرنامج ده فكاهي يعني بنحاول نتكلم بجد بهزار او هزار بجد يعني. ماشي. حاجه كده ميكس ما بين الاثنين. اوكي. فالجيم من وجهة نظري مهم جدا بالنسبه لاي راجل. بيخرج انت ايه؟ هو ياخد كات مني واقول له صح جدا الكلام ده. انا ليه ما قلتش حاجه على فكره؟ لا الجيم يا جماعه مهم جدا، مش فكره بس. هو طبعا رقم 1 صحتك، بس فعلا بيخرج طاقه وغل. ممكن بدل ما الساعه اللي انت هتروحها في الجيم دي، بدل ما تطلع الطاقه بتاعتها في البيت، فعلا تطلعها في الحديد او تطلعها في التريدميل، او فعلا والله صح برافو عليك. بالظبط، هو ده اللي انا اقصده. ان انت لو حصل لك مشكله هنا او هنا، انا شايفه ان احد الحلول المهمه والفعاله الجيم. علوا صوتكم اكتر من كده يا جماعه عشان احنا مش سامعين. بالنسبه يا استاذ عاصم، ده بالنسبه للراجل. في بقى فكره طبعا المشي اللي انت قلت. لسه بتكلم عن الراجل يا جماعه. هو ده نوع من انواع الاسترس اللي بتضغط عليا، مش ممكن علشان ما اعملش حلقه حلوه. ما تسيبني اتكلم. انا ديكتاتور. في بقى حاجات تانية. فكرة المشي، انا ممكن مثلا ابقى كل يوم بصحى الصبح، لو انا ما بحبش الجيم، لان في ناس ما بتحبش تقعد تعمل الحاجات دي، فممكن انا بتكلم عن الراجل. ان هو مثلا ينزل يتمشى حوالين البلوك بتاع البيت. بكلمك ركز معايا، انت بتعمل بيقولوا في ايه؟ بريك، والله لقيتهم بيقولوا في اكل، مش عارف. ركز معايا، انا الاكل بتكلم. ده حل تاني. سوري انا اسف.
اكمل ممكن اكمل. بالنسبه للراجل ولا الست؟ انا همشي. لا لا همشي. عشان تقللي الاستريس لا همشي، انت مش محترمني. انا ما اقدرش. لا انا ما اسمحلكيش ان انت تقولي الجمله دي قدام السيد الجمهور. السيد الجمهور. السيد الجمهور ما طب يلا يا طه. يلا يا ريم. بودكاست بيتنا مع ريم احمد وطه خليفه. ايوه ماشي. حلو. ادي ده قلنا ايه. عندك بقى الجيم الحركه يعني، او ان انت تمشي يوميا مثلا قبل الشغل بعد الشغل. بعد الشغل بيبقى صعب، قبل الشغل علشان الجو يبقى اطرى يعني، ففي ناس برضو بتحب تعمل كده. الاكل زي ما احنا كنا بنتكلم، الاكل بيفرق جدا في نفسيه الراجل. الاكله الحلوه الصحيه يعني، بس حلوه. حلوه صحيه يعني، اكله برضو ايه تفيده يعني. انت مع كلمه مش عارف ايه معدته، قلب الراجل. لا حاجه كده انت فيها فاهمين. قلب الراجل معدته. لا هي كده. مش قلب الراجل معدته، القلب أمال ده إيه؟ جهاز والمعده اللي دي هي جهاز. لما معرفش بيقولوا كده على فكره. معدته اللي هي بيقولك الست الشاطره تاكل الراجل تغسل فيحبها برجل يعني. حمار دي حاجه تانية. ست الشاطره تغسل. ماشي ما علينا. ايوه اكله حلوه. انا اكتشفت ان احنا ما لناش في الامثال، فيا ريت ما نذكرش امثال تاني. ماشي احنا ما بنفتكرش اي حاجه، صح. فخلينا نقول الكلمتين اللي اللي احنا احنا عارفينهم عارفينهم واثقين وجايين. فيهم. ماشي اوكي يلا. الاكل برضو زي ما انا قلت يفرق مع الراجل كويس. سفريه، لو عرف يكسر الروتين، يعرف يسافر، يعملوا ديوس في يوم بتاع يعني، اي حاجه من الحاجات دي. القهوه مع الصحاب على فكره بتفرق جدا برضو في نفسيه. هقول لك والله كنت هتكلم معاكي اصلا في النقطه دي. في نفسيه الراجل. انت طب انت قول لي ايه اللي ممكن ده انا هتكلم على يفرق. الست. انت عايز تتكلم انت لان عن انت الست؟ اتكلمتي عجبتني اصلا فكره ان انت طيب. طرحتي وجهه نظرك تجاه الرجل. ايه الحاجات اللي البلاي ستيشن، المطوشه الكوره، كل الحاجات دي حاجات دي بتساعدكم. يعني انت تنصحي بان الست تسيب فتره كده للراجل ان هو ينزل يقابل اصحابه يقعد معاهم، حتى لو يوم او يومين، لان هو مش هينفع مع الشغل. لا اصل في ستات ما بتحبش وشايفين ان ده هروب. طب طب ما تتبسط ما تقعد معاه. ايوه ما هو في ناس بتقوم مثلا انت مروح البيت اوكي هتتغدى وتنزل وترجع تنام. حلو. فانت كده انت عملت ايه في البيت، او انت قعدت مع اولادك امتى، او قعدت مع زوجتك امتى. حلو. لكن مثلا انت كل يوم بتروح بتتغدوا بتقعدوا مع بعض الكلام ده، تيجي مثلا يوم خميس، يوم اي يوم يعني في الاسبوع او يومين في الاسبوع بتقرر تنزل وتفصل تروح أيوة. مع صحابك. اكيد ما فيش ست هتقولك لا ما تتحركش وما تروحش يعني. والله برضو وجهة نظري والله برضو في ناس كتير وانا اعرف ناس كتير منهم ان القهوه قعده القهوه مع الصحاب دي ده جزء من اليوم يعني. انا عارفه ده. بس انا بيبقى حسب عدد الساعات وانت مقسمها ازاي، وشريكه الحياه مستقبلها ازاي بالظبط يعني. هي لازم برضو بالموضوع في الاخر بالتراضي. طب قولي انت من الست تفصل ازاي من وجهه نظرك؟ انا من وجهه نظري ان الست لازم تبقى او تكون مخليه بالها من نفسها وعلى نفسها. الست لازم تهتم جدا بنفسها، ما ترميش نفسها جوه البيت. انا بتكلم على البيت فاهم قصدي؟ انت بتتكلم كضغوط البيت بالظبط، كضغوط البيت اللي ليها علاقه بضغوط الشغل، او اللي هو اللوب اللي احنا بنتكلم فيه ان الشغل والبيت الاتنين ضد بعض. الست لازم تلاقي لنفسها وقت هي تخلي بالها من نفسها. وهي لو خلت بالها من نفسها جوزها هيبقى مبسوط بيها وليها. فاهمه قصدي؟ في ستات كتيره بيهملوا نفسهم، وخصوصا اللي حبايبي بيشتغلوا ويبقوا مخلفين فيرموا طاقتهم كلهم في العيال وبتاع. الست لو بقى عندها المي تايم، على فكره المي تايم ده ممكن تبقى قاعده في اوضتها بتحط ميك اب وهتمسحه. انت هتقعد على بنترست هتكلم صاحبتها. بس هو اصلا المي تايم المفروض اي ست محتاجه مي تايم على الاقل ساعه في اليوم. ده احصائيه ما اعرفش ايه مصدرها. ما انا انا مصدرها انا قررتها دلوقتي وانا بقول لك كل ست عايزه مي تايم ساعه على الاقل في اليوم. عندك مشكله؟ عنديش. ماشي يا جماعه خلوا اليوم 23 ساعه. لا انا بس عشان انت ما قلتش كل الحاجات طبعا اللي تفرق في نفسيه الست. لا لسه طيب الذهب. ايوه طبعا يا لهوي يا ناس تشيلي في العلمزات. شفتي بقى السفر الخروجه الحلوه اللي ممكن تبقى مفاجاه. قومي البسي
ويلا دي ننزل. دي جميله، واللي هو اللي هي بتبقى لايك ديت، اللي هو ايوه يلا ايوه، ننزل كاننا بتبتدي نتعشى. من الاول. دي حتى لو في ولاد، عادي يخرجوا مع بعض. بس هو المشكله ان في ناس كتير من اللي بيتفرجوا علينا يقولوا يا جماعه انتوا عصافير وعايشين في يوتوبيا، احنا لاقيين ناكل يا بيها، مش عارفين نكمل الشهر. بس صدقوني لو نزلتوا قعدتوا نص ساعه على النيل هيبقى هي، انا بتكلم من وجهه نظرها، ان انت مهتم بيها، ان هي موجوده. ما هي المهم ان انت تعمل ده بالامكانيات المتاحه، يعني بالظبط. حتى الذهب عادي، ما فيش ذهب، الست بتحب الحلي بشكل عام. أيوة. ممكن فضه، ممكن اكسسوار، صح هتحبه. صح يعني صح بشكل جداً. عام صح حقيقي. جدا صح جدا. يعني وعلى الماس فكرة برضو ما بنقولش لا خالص. في حاجه الست بتحبها جدا، ان هي لما ايه الكلام ده، ايه الارقام اللي بتتقال، الماس مين، احنا لاقيين ناكل يابا. خلاص انا اسفه معلش، ماشي، ده ما ربنا بيبقاش. يرزق الجميع ويجيب طبعاً اللي يعني. يعرف يجيبه ويعدينا على خير. اي هديه اصلا الست هو ده بتحب اللي أنا عايز اصلا أقوله. الهديه. الكلمه الحلوه بقى، انا اسف، الكلمه الحلوه من الراجل مهمه جدا. ان هي لو عامله حاجه انت لازم تخلي بالك ان مراتك، خطيبتك، اقول لك على حاجة، بنتك، مامتك، انت شكلك حلو النهارده. دي بتفرق فعلا جدا. وخصوصا لو في حاجه فعلا معمول، في شعر مش عارف معمول ازاي، في حاجه جديده اتجابت، في ده بيبقى مهم ده جدا. بيفرق نفسيا جدا. وانت كراجل لازم تبقى مدرك ان الست بتفكر بقلبها، بمشاعرها. الراجل لازم الست تبقى عارفه. ده الجمله دي عميقه قوي، خدوها مني. الست بتفكر بقلبها والراجل بيحس بعقله. تسقيف يا جماعه. الله. الله. طب والله حلوه، برافو عليك. كوتس فروم طه خليفه. انا انبهرت، انا منبهره. لا والله العظيم انا دي هكتبها في كتابي. الحاجات برضو التانية اللي ممكن تأثر لا ثانيه، في انت بتسكيب النجاح. خلاص عرفنا ان انت متألق. بس هي حلوة. ده الكود خلاص، احنا نسمي البرنامج. الراجل بيفكر بعقله، الراجل بيحس بعقله. نسيها. ماشي. يلا مش مشكلة. من الحاجات التانية اللي بتأثر في الست جدا انها تروح الكوافير على فكرة. ايوه الاهتمام، هو انا انها تروح الكوافير. مش ما تعمل بتعملش أي حاجه بس تروح. لا تروح تعمل اي ما حاجه، بتعملش حاجة، تعمل تروح بس، فاهم؟ حمام كريم لشعرها، تعمل تنظيف لا بشره، انا ممكن تعمل تعمله في اي البيت، بس لا حاجه. انزلي اعملي. لا احساس انزلي انها اعمليه تروح لحد حكمة. يهتم بيها. حبيبي ما انا بقول لك. وفي حاجه تانية، الكلاسز على فكره اللي هي الجيم عندكم، الرياضه عند الست. لا ليه طبعا بيحبوا طبقه برجوازيه، مش فين البرجوازيه؟ ما احنا لسه كنا بنتكلم على الجيم للراجل. الست يعني ما تفضل محبوسه في البيت وما تروحش تعمل في جيم كلاسات. الاشتراك، ما نخشش في المنطقه لا الاقتصاديه. بيروحوا يعملوا لا لا ما كلاس على فكره. لا صح 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 صح، ان انت تخرجي طاقه على تخرج، لان ده بقى هيخرج لها طاقه وهيعمل لها ريفرش، وهي هتبقى مبسوطه وهتبقى فات وواثقه من نفسها وشكلها سعيده. هتقدر تروح تدي لك انت بقى، او تدي للزوج السعاده دي اللي هي الطاقه الايجابيه اللي هي شحنتها وخرجت الطاقه السلبيه. هتقدر تروح تديك طاقه ايجابيه. ومية مية. لو انا عامل كده في البيت هروح الشغل، حتى لو المناخ بتاع الشغل في مشاكل، هبقى عندي قدر ما من الطاقه الايجابيه اللي هتخليني اقاوم. ليه معلش، البيت انا هعرف اسيطر عليه بشكل او باخر، الشغل مش هعرف اسيطر على مشاكله. لا ده هي. فانا مش هعرف اعمل البيئه كويسه في الشغل. انا قصدي اقول احنا هنا البيضه ولا الفرخه اللي جم الاول، او العربيه ولا الحصان الاول، يعني انهي الاثنين يبقى قبل مين، فاهمه قصدي؟ فانا وجهه نظري ان الاساس في البيت، بص انا شايفه ان في الحالتين، اذا كان بيت او اذا كان شغل، اي ضغوطات بتاثر علينا احنا لازم نخرجها. ان انا انت آسف. تفضل. انا شايف ان البيت، انا راجل ديمقراطي ورايي هو اللي هيمشي. انت في ايه؟ انا شايفه ان اي ضغوطات اي حد فينا بتكلمني بيعدي عليها يا معلم لازم يخرجها. ما ينفعش تفضل كبتها جواك. اذا كنت راجل، اذا كنتي بنت، اذا كنت اي حاجه، احنا بني ادمين. ما ينفعش تكبت نفسك، لازم تخرج الطاقه دي عشان تعرف تكمل. الحياه صعبه ومحتاجين نكمل. محتاجين نكمل عشان نقدر نكمل. لازم نخرج عشان ايه يا طه؟ في ايه؟ بتكلم بس. يعني دي وجهة نظر. وشكرا جدا يا جماعة لك. ونتقابل في حلقة جديدة من بيتنا بودكاست. يلا بقى. ويعني اتمنى ان احنا نكون فدناكم النهارده واتكلمنا بمشاعركم او اتكلمنا بافكاركم. ده حلو قوي، اتكلمنا بمشاعركم، والله العظيم تحفة.
وبافكاركم وان احنا واتكلمنا نبقى بأفكاركم والله. عبرنا عن ارائكم. ايه رايك؟ عجبتك التلاته؟ انت اتغيرتي. عميقه. انت فنشوفنا نشوفنا تشوفونا انتوا تشوفونا، احنا نشوفكم. نتقابل ان شاء الله في حلقه جديده من برنامجكم بيتنا بودكاست مع ريم احمد وطه خليفه. طه خليفه وريم احمد. ريم احمد وطه خليفه. انا هقفل النهارده. طه خليفه وطه خليفه دي جديده. ريم احمد بس بقى الحلقه الجايه هو مش معايا.